السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض تدريبات الدرس الأول، الأماكن والاتجاهات من حولنا، كتاب الأضواء، دراسات سنة رابعة، من صفحة 17 لصفحة 21. تدريبات الدرس كله حبايبي. يا ريت يا أبطال ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات. ونقول بسم الله. السؤال الأولاني بيقول لك أكمل على العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات. وصف مكان لشخص ما عن طريق رسم مصغر له من الأعلى بيطلق عليه المخطط. المخطط بيساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. المكان الذي نتعلم فيه ويعتبر بيتنا الثاني هو المدرسة. عند اختيار الطريق ينبغي أن نفكر في الهدف والسهولة. اتجاه فرعي بيقع بين اتجاه الشمال واتجاه الشرق هو الشمال الشرقي. يعد اتجاه الجنوب أحد الاتجاهات الأصلية. الاتجاه الغربي بيقع بين اتجاه الجنوب واتجاه الغرب. برع الإنسان قديما في تحديد الاتجاهات الأصلية اعتمادا على الشمس والنجوم. أداة بتستخدم حديثا في تحديد الاتجاهات وبتحتوي على إبرة مغناطيسية هي البوصلة. يقع بين كل اتجاهين أصليين اتجاه فرعي. تتميز البوصلة الرقمية بأنها بتحدد الاتجاهات بسرعة ودقة. صح وخطأ. وصف مكان ما بالكلام بيساعد على معرفة التفاصيل أكثر من رسم مخطط للمكان. خطأ. المخطط هو وصف كيف يبدو مكان ما عن طريق رسم مصغر له من الأعلى. صح. تعد الشمس إحدى الطرق التي تمكننا من تحديد الاتجاهات الأصلية. صح. بتشرق الشمس من جهة الشرق. صح. الجهات الأصلية هي 5 اتجاهات. خطأ. يعد الاتجاه الشمالي الشرقي أحد الاتجاهات الأصلية. هتقول له خطأ الفرعية. النجم القطبي بيشير دائما إلى اتجاه الجنوب. خطأ اتجاه الشمال. تستخدم البوصلة الرقمية لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة. صح. اعتمد الإنسان في الماضي على الشمس فقط لتحديد الاتجاهات. هتقول له خطأ الشمس والنجوم. برع المصريين القدماء في علم الفلك. صح. اختر الإجابة الصحيحة. الجهة المقابلة لاتجاه الشمال بتكون الجنوب. استعان المصريون قديما بالنجم القطب الشمالي لتحديد الاتجاهات ليلا. حلينا صفحة 17 يا أبطال. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. يلا بينا على صفحة 18. الاتجاه الفرعي المقابل لاتجاه الشمال الغربي هو الجنوب الشرقي. النجم القطبي بيشير دائما إلى اتجاه الشمال. الجهة المقابلة لاتجاه الغرب بتكون الشرق. استخدام المصريين القدماء النجوم لتحديد الاتجاهات ده دليل على براعتهم في علم الفلك. في الماضي هتقول له اعتمد الإنسان على الشمس في تحديد الاتجاهات نهارا. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. وصف مكان ما عن طريق رسم مصغر له من الأعلى ده اسمه المخطط. نجم بيلمع في السماء بيشير دائما إلى اتجاه الشمال. هتقوله النجم القطب الشمالي. إحدى الأدوات الحديثة المستخدمة في تحديد الاتجاهات وبتوجد في الهواتف الذكية. هتقوله البوصلة الرقمية. أداة بتحتوي على إبرة مغناطيسية بتشير دائما لاتجاه الشمال المغناطيسي. هتقوله البوصلة. صوب ما تحت خط. الاتجاه المقابل لاتجاه الشمس الشرق هو اتجاه الغرب. الشمس بتشرق من جهة الشرق. بيستخدم النجم القطب الشمالي لتحديد الاتجاهات ليلا. استخدم المصريين القدماء النجم القطب الشمالي في تحديد الاتجاهات. أمامك مخطط لمنزل ادرسه ثم أجب. الحديقة بتقع في جهة الشمال. صواب أو خطأ. غرفة المعيشة بتقع في الاتجاه الشمالي الشرقي. هتقول له خطأ. صوب ما تحته خط. الغرفة ألف بتقع في جهة الشمال. هتقول له خطأ الجنوب. هنا بيقول لك ادرس الشكل الذي أمامك. بيشير رقم 1 لاتجاه الشمال. بيشير رقم 2 إلى اتجاه الغرب. بيشير رقم 3 إلى اتجاه الجانب الشرقي. يشير رقم 4 إلى اتجاه الشمال الغربي. حلينا صفحة 14 يا شباب. ننتقل لصفحة 19. بما تفسر أهمية رسم مخطط لمكان ما عند وصفه لشخص. هتقول له لأنه بيساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. استخدم المصريين القدماء النجم القطب الشمالي. هتقول له لتحديد الاتجاهات ليلا حيث بيشير دائما للشمال. النجم القطب الشمالي بيشير دايما يا حبايبي إلى الشمال. أهمية استخدام البوصلة الرقمية. هتقول له لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. دلل على صحة العبارتين الآتيتين. برع المصريين القدماء في علم الفلك. هتقول له حيث استعانوا بالنجم القطبي الشمالي لتحديد الاتجاهات ليلا.
حيث استعانوا بالنجم القطبي الشمالي لتحديد الاتجاهات ليلا. نجح الإنسان منذ القدم في تحديد الاتجاهات. هتقول له اعتمدوا على الطبيعة في تحديد الاتجاهات، الشمس نهارا والنجوم ليلا. الشمس والنجم القطب الشمالي من حيث الاتجاه اللي بيشير إليه، الشمس بتشير للشرق والنجم القطب الشمالي بتشير للشمال. دي صفحة 19 يا حبايبي. ننتقل لصفحة 20. ما تنسوش اللايك يا أبطال، أكون متشكرة جدا ليكم، والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا صح وخطأ، الأسئلة متكررة. يقتصر اختيار الطريق للوصول للأماكن على السرعة. خطأ، هتقول له السرعة والسهولة والهدف. بيوجد بين كل اتجاهين أصليين اتجاه فرعي. صح. بيعد اتجاه الشرق أحد الاتجاهات الأصلية. صح. احنا عندنا الاتجاهات الأصلية شمال جنوب شرق غرب. يقع اتجاه الجنوب الغربي بين اتجاهي الشمال والغرب. هتقول له لا، الجنوب. استخدم الإنسان قديما النجوم لمعرفة الاتجاهات أثناء النهار. هتقول له خطأ، أثناء الليل. بيشير النجم القطبي في السماء إلى اتجاه الشمال. صح. طبعا الاختياري هنا سهل خالص. هتقول له هنا المهندس والمدرسة والشمال والشمال الشرقي. أكمل. بتخرج الشمس دائما كل صباح من اتجاه الشرق. الاتجاه الفرعي الذي يقع بين الجنوب والغرب بيسمى الجنوب الغربي. ما المقصود بالبوصلة؟ أداة بتحتوي على إبرة مغناطيسية بتشير دائما إلى اتجاه الشمال المغناطيسي. أداة بتحتوي على إبرة مغناطيسية بتشير دائما إلى اتجاه الشمال المغناطيسي. بما تفسر أهمية رسم كل من رسم المخطط للمكان من أعلى. هتقوله بيساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات، لأنه بيساعد على معرفة تفاصيل المكان بطريقة أوضح من الوصف بالكلمات. البوصلة الرقمية الموجودة في الهواتف الذكية. هتقوله لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. لتحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. دلل على براعة المصريين القدماء في علم الفلك. هتقوله استعان المصريين القدماء بالنجم القطبي الشمالي في تحديد الاتجاهات. حيث استعان المصريين القدماء بالنجم القطبي الشمالي في تحديد الاتجاهات. حلينا صفحة 20 يا حبايبي. ننتقل لصفحة 21. صفحة 21 أكمل. بتوجد في الهواتف الذكية، بتستخدم في تحديد الاتجاهات. هتقول له البوصلة الرقمية. الاتجاه الفرعي اللي بيقع في اتجاه الشرق واتجاه الغرب هتقول له الجنوب الشرقي. النجم الذي اعتمد عليه المصريين القدماء في تحديد اتجاه الشمال هتقول له النجم القطبي الشمالي. برع المصريين القدماء في علم الفلك. أهمية البوصلة الرقمية هتقول له تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. تحديد الاتجاهات بسرعة ودقة أكبر. صواب أو خطأ سهل حبايبي. ننتقل للسؤال رقم ب. دلل على صحة العبارة برع المصريون القدماء في علم الفلك. هتقول له حيث استعان المصريون القدماء بالنجم القطبي الشمالي لتحديد الاتجاهات. حيث استعان المصريين القدماء بالنجم القطب الشمالي لتحديد الاتجاهات. ادرس الشكل الذي أمامك ثم أجب. بيشير رقم 1 إلى الشرق. بيشير رقم 2 إلى الجنوب الغربي. بيشير رقم 3 إلى الغرب. بيشير رقم 4 إلى الشمال الشرقي. ما المقصود بالبوصلة؟ هي أداة بتحتوي على إبرة مغناطيسية بتشير دائما إلى اتجاه الشمال المغناطيسي، ومن خلاله بيمكن تحديد الاتجاهات. بكده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو بمعلومة واحدة واللي استفاد من الفيديو ما ينساش يحط لنا لايك للفيديو ويشترك في القناة عشان كل فيديوهاتنا الجديدة من حل التدريبات توصل لكم يا حبايبي بالتوفيق والنجاح. مع السلامة.